بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بقى الزمالك طلع، الزمالك هيستكمل مباريات الدوري، الزمالك هيلعب بكره ماتش سيراميكا في الجوله ال 28 لبطوله الدوري الممتاز. اللعيبه دخلت المعسكر، موجودين في المعسكر بقى مركزين. المباراه طبعا مهمه. الزمالك طبعا طلع البيان، لكن للاسف الشديد ما ذكرش فيه ايه المكاسب اللي هي اتحققت من كل الهيصه اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي. انت انسحبت قدام الاهلي، اتخصم منك 3 نقاط، اتخصم منك 3 نقاط في نهايه الموسم، اهديت الاهلي 3 نقاط ثمينه جدا جدا وغاليه جدا 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 في مسيرته في المنافسه على بطوله الدوري. كنا نتمنى ان البيان يوضح لنا المكاسب دي للجماهير، يقول 1 2 3 4، اقاله عمرو حسين، اقاله رئيس لجنه حكام بريرا، ان خالد احمد الغندور ومحمود البنا تم التحقيق معاهم وهيتوقفوا مش هيحكموا ماتشات للزمالك بعد كده. يتقال المكاسب دي، لكن الكلام العايم ده كله يعني كله كلام جمل يعني مجعلصه وما فيهاش اي حاجه، يعني احنا ما فهمناش منها حاجه، ما فهمناش ايه المكاسب الحقيقيه، وان مستقبلا ان شاء الله هيشوفوا هيعملوا ايه، خصوصا بعد المكالمه التي سربت للكابتن حسين لبيب. وطبعا انا مع مش يعني تسريب المكالمات ده يمكن خطا قانوني او بيقع تحت ايدي القانون، ما حدش يسجل لحد، كل واحد بيعتمد ما بيتكلم حد، واحد بيتكلم براحته. فموضوع التسجيل ده يعني موضوع قميء جدا وموضوع سيء جدا. ولكن انا بتكلم عن البيان دلوقتي، ايه المكاسب الحقيقيه نادي الزمالك؟ ايه المكاسب الحقيقيه؟ يعني ايه اللي عاد عن الزمالك؟ سواء ان انت شتت اللعيبه ما كانتش مركزه، المدرب ما كانش مركز، هنلعب مش هنلعب، حتى انت طلعت بقى متاخر قوي قبل المباراه بساعات قليله جدا جدا جدا. موقف جماهير الزمالك اللي انا شايفه، الجماهير زعلانه، الجماهير غاضبه، من حقها تنتقد، من حقها ان هي تزعل من مجلس الاداره لانه خدها السكه على سقف المطالب فوق على الاخر بخطا ان انت طلعت بيان تسرعت فيه. كان من المفروض من البدايه انت ليك اعتراض على التحكيم، كنت قدمت شكوى ضد الحكام، لكن ما كنتش اصعد الموقف واطالب بمطالب صعب جدا ومستحيل ان انا احققها في هذا التوقيت بالذات. التوقيت ما كانش صح، المطالب صح ولكن التوقيت ما كانش صح. فانا عليت سقف المطالب عند الجماهير، وانا بطل وانا عملت وانا سويت. فاللي حصل ده انا كرأيي الشخصي ان مجلس اداره الزمالك كان في مأزق كبير، هو وضع نفسه في هذا المأزق اللي احنا شفناه، وبيقول ان في ناس المنتفعين ومش عارف مين هم زعلانين ان احنا مين المنتفعين. عايزين نعرف بس مين المنتفعين. هو يعني هم المنتفعين دول ولا اصحاب الفتنه دول هم اللي طلعوا البيان؟ هم اللي منعوه، هم اللي انسحبوا من مباراه الاهلي، هم اللي قالوا نلعب الدور الاولاني الاول قبل الدور الثاني. يعني مين المنتفعين؟ يعني مين المنتفعين ومين هواة الفتنه ومين ومين ومين؟ يعني الكلام ده اللعب على مشاعر الجماهير. الجماهير خلاص بقت مدركه، الجماهير وقفت رجاله مع مجلس الاداره في الفتره اللي فاتت وكانت مستعده انها تسانده بكل قوه. ولكن البيان طلع الزمالك هيرجع يشارك في الدوري، وكان الاولى ان هو يشارك قدام الاهلي ويكمل المسيره بتاعته بدل ما يخسر 6 نقط. انت كنت في حاجه لكل نقطه عشان تقدر تحسن مركزك في بطوله الدوري او في جدول مسابقه الدوري الممتاز، لكن انت ضيعت 6 نقط على الفاضي من غير اي حاجه، من غير اي مكاسب. انا مش شايف في اي مكاسب تحققت من هذا البيان اللي هو صدر مؤخرا، رغم ان البعض بقى يعني انا عايز اعرف برضك الناس اللي هي كانت مؤيده وبتقول ولازم نكمل المسيره واحنا معاه وراكم، موقفهم ايه دلوقتي؟ طبعا هيأيدوا البيان، وفي الاخر انت كجمهور لازم تقف جنب فريق كوره وتقف مع فريق كوره. مفيش بقى مجلس اداره سوى، مجلس اداره حطك في مأزق، انت بتقف مع الفرقه وتقف مع النادي في النهايه وتدعم النادي وتدعم كيان نادي الزمالك. ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ مفيش حاجه هتحصل الفتره الجايه. هيبقى الغندور هيتوقف ممكن يتوقف ماتش 2 ولا حاجه ويرجع تاني ويلعب، البنا يتوقف ماتش 2 وممكن يرجع تاني ويلعب مره اخرى او يحكم مره اخرى. لكن تعديل الجدول، عمر الجدول ما يتعدل، هيبقى في موقف تاني بالنسبه للكونفدراليه. الزمالك في مأزق بالنسبه للكونفدراليه، هل هيشارك مش هيشارك؟ هل هيحصل على الرخصه؟ اتحاد الكره مشترط ان هو الزمالك يسدد جزء من المديونات بتاعته او يسوي المديونات بتاعته عشان يقدر ان هو يتعمل له الرخصه ويقدر ان هو يشارك في بطوله الكونفدراليه، ودي معركه اخرى مش عارفين هتوصل لايه في الفتره الجايه. شكرا.